كنقولوا رمضان كنقولوا العصائر. ما يمكنش في الطبله ديال الفطور ما نديروش شي عصير اللي يكون منعش بحال هذا اللي قدمت لكم اليوم. راه بمكونات بساطين والمذاق رائع جدا، غير جربوه على ضمانتي. ندوزو الوصفه على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الحامضه اللي غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه. غادي نحاول انني نحك ليها غير القشره اللي الفوق، يعني ما غنوصلش البيوضه نهائيا باش ما تطلقش ليا المروره في العصير ديالي. من بعد غادي ناخذ هذيك القشره اللي حكيت وغادي نديرها في المولينكس. غادي نزيد عليها المكونات اللي غيبانوا من بعد. غادي ناخذ هذاك الحامضه اللي حكيتها من قبل، غادي نقشرها مزيان. غادي نحيد ليها البيوضه كامله اللي فيها كيف ما وضحت لكم من قبل، ما خاصهاش تبقى باش ما تعطيناش المراره في العصير ديالنا. وغادي نضيف معهم 2 ديال الليمونات اللي يكونوا كبارين. غادي نقطع الحامض والليمون مربعات باش نحيد العظومه اللي كيكونوا فيهم لداخل، باش بطبيعه الحال ما يعطيناش المروره في العصير ديالنا. داكشي علاش غنحاولوا اننا نقيوها مزيان، ما نخليوش العظم واحد باش فاش كيتطحن ما يعطيناش المروره. حتى الليمون حتى هو كذلك كنحيد منه العظومه والطريفات الزائدين، يعني البيوضه اللي كتكون زايده فيهم من الوسط. مزيان كنحاولوا نقيوهم مزيان. راه هاد العصير راه كيجي رائع، غير جربوه على ضمانتي. من بعد ما كنضيف الليمون ديالي كنحاول انني نوضح لكم اشنا هما الزوائد اللي كنحيد. غادي نضيف الماء. بالنسبه للماء هاد المرحله مهمه، يعني ما نكثروش الماء باش القوام ديال العصير ديالنا ما كيجيش خفيف بزاف. الماء ما كنكثروش، كنديروه غير نص تقريبا، وكنصفيوه بطبيعه الحال باش تحيد لينا القشره ديالو اولا الشحلف اللي كيكون فيه. وغادي نضيف السكر كيبقى على حسب الذوق، كتضيفوه اولا تقدروا تستغنوا عليه. ومن بعد غادي نضيف واحد الياغورت بالنكهه ديال البنان. بالنسبه للياغورت ديالنا ضروري كنضيفوه، هو اللي كيعطينا واحد القوام للعصير ديالنا. وواحد البنه يا سلام. وغادي نضيف 2 حبات ديال البنان. تقدروا نتوما تضيفوا غير حبه الا كانت كبيره، انا عندي صغار داكشي علاش ضفت 2. غادي نطحنوه وغادي نضيفوه في القريعه ديالنا اللي غادي نقدموها. راه كيجي رائع. شوفوا لي غير القوام ديالو راه ما يمكنش حل، كيجي بنين وساهل كيف ما معوداكم ديما في الوصفات ديالي. غادي نديروه في الثلاجه وغنقدموه بارد وبالصحه والراحه. وان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات الجايه. ما تنسينيش الحلقه ديالي من لايكاتك وتعاليقك الزوينه، ولا كنتي اول مره كتشاهديني ما تنسيش تنضمي الصفحه ديالي سنيه توربيزو. بالصحه والراحه والى اللقاء، الى وصفه قادمه ان شاء الله.